فقيرة لا تجد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسر تتكون أيتام، تتكون من 8 نفر، ولا لهم رفيق ولا صديق إلا الله سبحانه وتعالى. ونناشد من البرنامج الذي هو يقول يتوفى المسلمين يتعاون مع الأشخاص ضلاء ويعطيهم ما أعطاهم الله، لأن هذا الأشخاص مستحقين، ونعرف أنهم في هذه القرية لا يجدون إلا الله، ولا صديق ولا أنيس ولا رفيق إلا الله. فمعهم هذه الأرملة تروح تدور لو لها 300 250 يوم يحصل لهم قوت، يوم ما يحصلونش. وناشد من يريد مساعدة هذا الناس فعليه يتقدم لهم. وهذا الأسرة أسرة فقيرة، هذا منزلهم ذي، وهذا المنزل الذي يسكنون فيه. يعني يتعاطف ويتساعد. أيوة، يتساعد مع هذا الأسرة الفقيرة. ضال أولادك؟ خرجنا الحين. ضال أولادها. إيه ضال أولادي. كم منهم بنين؟ 8. أي 8 أنفار. وما تقولون إلا هي. ما معهم إلا أنا. ذي بنيكم كبير صح؟ إيه. الله ينشر. هذه الأسرة فقيرة، وهذا المسكين هذا المنزل حقهم. هذا المنزل يسكنوا فيه. هذا المنزل اللي يسكنوا فيه. وهذه الأسرة فقيرة نعلم بها جميعا. إن شاء الله إن والخير. شاء الله. كم معك يا رجال وكم معك بنوين؟ البنات منهم كم 5. رجال 2 2 بس. والبقايا جوا صغار. خليكم علينا نشوف البرنامج الأسرة. يلا سنعلم الأطفال عملك معاهم، كيف تصرفين الأطفال وانتن أرملة لا تجدين إلا الله سبحانه وتعالى. يسوق رب رزقهم. يسوق ربي رزقهم، وربي يرزق من يشاء بغير حساب. لكن الأعمال ما بوش معك أمل ولا دخل ولا أي حاجة. الواحد في اليوم يحصل قوت ولا يوم ويحصلش يوم كذا ظروف صعبة صح؟ صابرين ألا خزهم وخزا صح؟ ما نسوي. أنا أسمع بعض الناس يقولون إنك في اليوم 1 قوت يحصلون واليوم ما يحصلون. أسمع أنا أخبار أنا الذي وندرى أن نحن مجاورين ومحيطين عن دار الأسر الضيفة والمجاورين، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول قلتن رزقهم، يوم يحصلون يوم ما يحصلون. أبوهم فيما يشتغل تبع حين يبوك حين يجلس، ما فيش أمل. أطلع يروح يهرئ يشتي أمل أي حاجة ما يحصل ولا أي أمل. استحقوا من حين ما يمشي حين ما يجلس. حما يمشي ما يجلس. بصفة هذا عنده حالة نفسية صح؟ ايوه حالة نفسية ولا يدي ولا يشتغل ولا أي حاجة صح؟ ما بالشغل يعاني من مرض مزمن. أبوه أنتو الأغراب رحمه الله توفى. رحم ربي. أيوة. الآن لا لهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أنت تبوا كذي كذي تدور لهم مقوت 1 يوم صح؟ هذه الأسرة الفقيرة التي تعاني من إعانة شديدة، نرجو من يعاني هذه البرنامج إرساله إلى معاني